تاوي وانت بتشتغلي خصم 3 ايام يا مريم. ما انا لو كنت شغاله في اليابان كان زماني واخده مكافاه ونايمه براحتي. بتقولي حاجه يا مارينا؟ لا ده انا براجع تارجت بس. النوم في الشغل في اليابان مش غلط، بالعكس ده بيدل على انك شخص مجتهد وتعبان في الشغل ومش كسول. ودي اول حاجه من اغرب 7 حاجات موجوده في اليابان. وقت الزحمه في موظفين مخصوص شغلتهم يزقوا الموظفين جوه المترو عشان الكل يلحق يركب. في فنادق هناك كامله شغاله بروبوتات استقبال وخدمات، وحتى في ديناصور روبوت بيعمل لك تشيك ان. انت متخيل انك ممكن تستلم مفتاح الاوضه من تيركس؟ في اليابان في كافيهات للقطط والبوم والانافد وحتى التعابين، ولو بتحب الكابيارا في كافيه مخصوص ليه. اليابان فيها اكتر من 5 مليون مكنه بيع، تقدر تشتري وجبه سخنه، عيش، عصير، تي شيرت، كل ده من جهاز واحد. انت متخيل انك ممكن تشتري بيض وفانيلا من نفس الجهاز؟ في اليابان ركوب القطر شبه المديتيشن كلاس، مفيش مكالمات، مفيش دوشه، مفيش ضحك بصوت عالي، كل ساكت ومحترم الهدوء. في خدمات هناك بتخليك تأجر أب، أخ، صديق أو حتى شريك يمثل دور في حياتك، وده عشان مناسبة أو دعم نفسي أو تمثيل اجتماعي. كله موجود وكل حاجه بسعرها. قولي بقى ايه اكتر حاجه من دول نفسك تجرب؟ وهل بقى ممكن تعيش في بلد كل حاجه فيها ماشيه على الشعر قوي كده؟ اعمل فولو عشان اللي جاي اغرب واغرب. يا جدع اعمل فولو.